الفيلم رقم 2 معانا فيلم اشتباك للمخرج محمد دياب. هو مش مجرد فيلم سياسي عن لحظة ما بعد 30 يونيو، هو فيلم عن الإنسان وهو محبوس جوه ظرف ضيق وجوه بلد أضيق، عن الحقيقة اللي بتبان لما الأبواب بتتقفل والهوا بيقل ومفيش مهرب غير إن كل واحد يواجه نفسه قبل ما يواجه غيره. تقريبا كل الفيلم متصور جوه عربية ترحيلات، مساحة خانقة، أجساد متكدسة وعيون شايفة نص المشهد. العربية هنا مش مكانه بس، دي تجربة ضغط بتطلع كل اللي جوه الناس، خوفهم وغضبهم، قناعاتهم، جهلهم وانتماءاتهم اللي بتتصادم اول ما المساحه تضيق. محمد دياب كان ذكي انه محاولش الفيلم لبيان سياسي ولا خطاب مباشر، السياسه موجوده بس كخلفيه بتزود التوتر مش كجوهر. الجوهر هنا هو البشر وامتحانهم الحقيقي. من اول لقطه قبل ما حد يدخل الكاميرا بتحبسنا جوه العربيه الفاضيه، حديد وابواب مقفوله وشمس داخله من فتحات ضيقه، وبعدها يبداوا يدخلوا واحد ورا التاني، اتجاهات وطيارات مختلفه ضد صحفيين وناس اتلمت بالصدفه، واختلاف كامل لكن باب واحد اتقفل عليهم كلهم. مع كل شخصيه جديده الخنقه بتزيد، مع تحرك العربيه وسط شوارع مولعه بره واشتباكات وغاز وضرب. اللي جوه بيبقى صوره مصغره للي بره، ناس محبوسه جوه صندوق، جوه بلد محبوسه جوه ازمه اكبر. قوه الفيلم انه ما قسمش شخصياته الملاك وشيطان، كل عنده لحظه ضعف ولحظه شجاعه ولحظه انانيه. الحياه هنا مش بس ابيض واسود، لما العربيه تبقى نسخه من البلد يبقى طبيعي نشوف البشر بتعقيداتهم مش بشعاراتهم. بصريا الكاميرا كانت خانقه جدا، لقطات قريبه وزوايا مضطربه واضاءات طبيعيه قاسيه، وساعات ظلام كامل يخليك تحس ان النفس نفسه بيخلص. احساس الخوف والخنقه متصور في كل تفصيله. في الاخر فيلم اشتباك عن بلد واقفه في النص وعن ناس فاكره انها مختلفه، لكنها محشوره في نفس العربيه، بتتنفس نفس الهواء وبتشرب من نفس الميه.